صلوا على النبي حبايب قلبي، واستغفروا ربنا، وما تنسوش اللايك والشير. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. اللي مش عارفني، انا ام عمر، بعمل اكل بيتي، سواء مستوي او جاهز على التسويه، وكل التفريزات من اللحوم والخضار والفاكهه. كل حاجة. احنا النهاردة كان من اوردراتنا صينية كوسة، صينية محشي يعني كوسة 2 كيلو، وفرشة رز اللي انتوا شايفينه قدامكم القمر ده ما شاء الله مفلفل وتحفة جدا. فرشة رز في الصينية بالرز اللي هو بخلطة المحشي، وفوقه صوابع الكوسة، وكمان معانا ده كربات بلدي كده. الله أكبر ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا لأصحابه يا رب. وبعد كده كنا مكملين الأوردر بتفريزات بقى، يعني طالبة كفتة، طالبة برجر، بانيه، حاجات من دي. ف بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، صلوا على النبي. يلا، متنسوش اللايك والشير. بعد ما حمرنا الدكر بتاعنا، هناخده بقى كده نحطه في نص الصينية، وحواليه المفروض ان احنا هنعمل النص الناحية دي هفرشه رز، والنص التاني صوابع كوسة. بس انا ملحقتش اصور النهاية عشان كنت مضغوطة جدا، ولازم اسلم الاوردرات بتاعتي. ما شاء الله اللهم بارك. الكوسة كانت زبدة زبدة بجد، اللهم بارك. والدكر ما شاء الله مستوي ودايب وتحفة، بألف هنا يا رب. وبقية الاوردر طبعا طالع تفريزات او حاجات مجمدة، يعني اشتغلها وبحطها في الفريزر بتتجمد عشان اعرف اطلعها واعرف انقلها بسهولة. يعني مثلا البرجر، الكفتة، البانيه، الحاجات دي لازم بدخلها الفريزر قبلها بيوم، يعني عشان بشتغلها بالليل وتاني يوم بطلعها. ما تنسوش الصلاة على النبي، وادعوا ربنا كتير، وادعوا لي معاكم دعوة حلوة بظهر الغيب. ربنا يا رب يشفينا ويعيننا ويقوينا يا رب، اللهم امين. حبايبي اللي لسه مش متابعني، شرفني بالمتابعة، وما تنسوش اللايك والشير. ومعاكم بقى بسم الله ما شاء الله بطل الصينية معانا دكر البط، وهنحط نص الصينية من الناحية دي محشي كوسة، والنص التاني رز بخلطة المحشي. حاجة كده روعة ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا يا رب. بعد كده الاوردر الباقي كله كان تفريزات بقى، دي اوراق كنت هتبلها، وبعد ما هتبلها هغلفها كده في اطباق، والفها بستريتش وكفتة وبرجر وبانيه. كل الحاجات دي هخلص وعينها بقى في الفريزر. طبعا الحاجات طالعة متجمدة، انا كنت خلصتها وغلفتها وفرستها كمان، فالاوردر طالع جزء مستوي وجزء منه على السوا. كله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، معمول بما يرضي الله. طبعا اللحمة بتاعتنا لحمة بلدي، بجيبها قطع وانا اللي فرمها عندي في البيت، وبشتغلها من الالف للياء. يا جماعة بحب اعمل حاجتي في بيتي زي ما اكون بالظبط هاكلها اللي في البيت عندي. صلوا على النبي، استغفروا ربنا. وزي ما قلت لكم ادعوا لي معاكم دعوة حلوة بظهر الغيب. ربنا يا رب يتقبل منا يا رب كل عمل صالح، ويتجاوز عنا كل طالح، وربنا يعيننا ويقوينا ويشفينا، ويعين كل واحد على حاله يا رب، ويحسن ما بين ايدينا يا رب جميعا. حبايبي صلوا على النبي كتير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. واللي عاوز طريقة اي حاجة من اللي انا بطلعها من شغل الاوردرات يقول لي. اشوفكم فيديو جديد، في رعاية الله، مع السلامة.